رز معمر ورز مدسوس ان شاء الله نعمله في الفرن واوريه لكم. بصوا كده احنا غسلنا الرز كويس ونحط العيار بتاعه اللي هو الرز، اسمه العيار بتاعه، يقول عليه العيار اهو. ادي الرز اهو، لازم يكون ناقص كده، ناقص المسافة دي علشان هيزيد، دوت بيزيد في الفرن اهو. نحط بقى ايه اللبن والزبدة بتاعتنا. حطي لبن وزبدة او سمنة اللي يعجبك بقى، اللي عندك، اللي متوفر عندك اعمليه، مش هيقولك لا، انت اللي هتاكلي وانت اللي هتعملي، بس الاتنين بيبقوا حلوين. بصوا حطينا ايه الزبدة بصراحة، يعني عشان ايه ابقى صريحة معاكم، انا عملت واحد بالزبدة وواحد بالسمنة. وادي احنا هنضيف ايه اللبن اهو، نضيف اللبن اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اللبن ادي اللبن، حطينا في الاتنين لبن وهنحدقهم. نحط الملح، ادي الملح، نقلب بقى عشان ندخلهم ايه الفرن. حاطين اللبن سخن على فكرة علشان ما ياخدش وقت في السوا. تقلبي الملح كويس كده عشان ما تبقاش حته حادقه وحته عذبه، تقلبيه كويس اهوت. بصوا السمنه ساحت ازاي من سخونيه اللبن، بصوا. ولسه بقى بعد ما ندخله الفرن عشان ما يتكبش مننا هنديله ميه، هنزوده ميه، لان احنا لو زودنا دلوقتي وجينا ندخله الفرن هيتكب مننا كله في الفرن. ادي الرز واحنا حاطينه في الفرن اهوت، ده بدل الفرن البلدي، وما يخش على سوا ان شاء الله هوريهولكم. وادي الرز وهو في الفرن داخل على سوا اهوت اهو. بصوا الجمال اهو، داخل على سوا اهو. لما اطلعه ان شاء الله هوريهولكم. اتفرجوا على الجمال. ادي الطواجن البلدي، ادي ابو زبده، الطاجن ده بالزبده والطاجن ده بالسمنه. تعالوا كلوا معانا اتفضلوا. وادي قلقاس بالخضار. اتفضلوا يا جماعه معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.